في صباح يوم الأول من جانفي 2026 كانت منطقة المرج شرق القاهرة على موعد مع حدث صادم هز الشارع المصري بأكمله. جريمة قتل قلبت حياة أسرة شابة رأسا على عقب، وأدخلت الجيران في حالة من الصدمة والحيرة. الضحية شاب يدعى أحمد مجدي في أوائل الثلاثينات من عمره، كان قد بدأ لتوه حياة زوجية مع زوجته. حياة لم تتجاوز 5 أشهر، لكنها انتهت بطريقة مأساوية لم يكن يتوقعها أحد. الشقة التي كان يعيش فيها الزوجان كانت تبدو من الخارج طبيعية، شقة صغيرة في حي شعبي يعكس بساطة الحياة اليومية، لكن الداخل كان مسرحا لتوترات مستمرة بين الزوجين، خلافات صغيرة سرعان ما تتصاعد إلى نقاشات حادة. في ذلك الصباح وبينما كان أحمد يستعد للخروج لحضور مناسبة اجتماعية، طلب من زوجته تحضير الطعام، وهو طلب بسيط يبدو عاديا في أي بيت، لكن الزوجة كانت في حالة تعب شديد نتيجة حملها في الشهر الثالث. شعرت بالضغط والإرهاق ورفضت الطلب بصوت منخفض. الرفض تحول سريعا إلى مشادة كلامية، ارتفعت الأصوات في الشقة الصغيرة وأصبحت الكلمات تلد شرارة الغضب. في لحظة لم تتوقعها امتدت يد الزوجة إلى المطبخ وأمسكت بسكين، وبهدوء وهدير مشوب بالغضب وجهت طعنة مباشرة إلى صدر زوجها. الطعنة وصلت إلى القلب، نزيف سريع، صرخة لم تكتمل، وسقوط أحمد على الأرض، ليصبح كل شيء في دقائق معدودة مأساة كاملة. الجيران الذين سمعوا الصراخ اتصلوا بالإسعاف، لكن عند وصول الفرق الطبية كان أحمد قد فارق الحياة بالفعل. الشرطة وصلت فورا إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على المشهد، ضبط السلاح المستخدم، وتم التحفظ على الزوجة التي حاولت تبرير فعلها أمام المحققين بأنها لم تكن تنوي قتله، وأن الحادث كان عن طريق الخطأ. لكن تقرير الطب الشرعي كان صادما، فقد أكد أن الضربة كانت متعمدة، وظهرت بوضوح علامات القوة في الطعنة واتجاهها المباشر إلى القلب، مما دفع النيابة لتوجيه تهمة القتل العمد للزوجة. خلال التحقيقات اعترفت المتهمة بالخلاف الذي دار بينها وبين زوجها، لكنها استمرت في إنكار أن يكون هدفها القتل، غير أن الأدلة والحقائق العلمية على الأرض نقضت روايتها بالكامل. تجدر الإشارة إلى أن هذه الجريمة لم تكن مجرد حدث عائلي عادي، بل أصبحت حديث الشارع ووسائل الإعلام، نظرا لطبيعة العلاقة بين الزوجين. وسرعة تحول خلاف بسيط إلى مأساة دموية. القناة التي تغطي هذه الأحداث تحرص على تقديم التفاصيل الدقيقة وتحليل الأسباب النفسية والاجتماعية وراء هذه الجرائم، لتسليط الضوء على العنف الأسري وكيف يمكن للخلافات الزوجية البسيطة أن تتحول إلى كارثة في لحظة واحدة. بعد أيام من الجريمة أمرت نيابة المرج بحبس الزوجة على ذمة القضية، واستمرت التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث. كما أعدت محكمة جنايات القاهرة ملفات القضية للنظر فيها وسط اهتمام شعبي واسع، خاصة من الشباب والأزواج حديث الزواج الذين شعروا بالصدمة من هذه النهاية المفاجئة. ما يميز هذا النوع من التقارير على قنوات يوتيوب المتخصصة في جرائم القتل هو السرد المسترسل الذي يجمع بين الوقائع الرسمية والتفاصيل اليومية والتحليل النفسي، إضافة إلى تسليط الضوء على ردود الفعل الاجتماعية، الأمر الذي يجعل المشاهد يعيش الحدث وكأنه جزء من الواقعة دون الحاجة إلى مشاهد دموية صريحة، بل من خلال الوصف الدرامي للأحداث والتوتر النفسي للشخصيات. في النهاية، قصة قضية عريس المرج ليست مجرد حادثة قتل عادية، بل هي درس في هشاشة العلاقات الإنسانية، وكيف يمكن للغضب والضغط النفسي والتوترات اليومية أن تتحول إلى مأساة حقيقية إذا لم يتم التعامل معها بحكمة.